صديقتي العراقية طلبت مني أعمل لها حواوشي مصري، فلازم بقى نعمل النهاردة حاجة مميزة جدا جدا. تحية لشعب العراق ولكل حبايبنا بكل البلاد العربية. الحواوشي الاسكندراني يشبه كده العرايس اللبناني أو عموما فكرة اللحم بالعجين. هنعمل الحشوة بطريقة مميزة جدا، مش بتعتمد على بهارات كتير قد ما هي بتعتمد على التوازن ما بين كمية البصل والفلفل واللحمة. عايزاكم بقى تركزوا وتصحصحوا معايا جدا علشان هقولكوا على 5 تريكات في العجينة نفسها، في الحشوة، وكمان في طريقة التسوية اللي هي بتفرق جدا في الحواوشي الناجح. مهرجان الحواوشي كل أشكاله هتلاقوها في الفيديو ده. هبدأ الأول بتقطيع الخضار اللي هستخدمه للحشوة، بقطع كل حاجة على إيدي صغير خالص كده قوي قوي، أو تستخدموا الكبة لو أسهل ليكم. كل نص كيلو من اللحمة بنحتاج ل 300 جرام من البصل الأبيض، أو يعني تقريبا بصلتين متوسطين. قاعدة كده دايما بشتغل بيها إن البصل الأبيض أو الأصفر ده للطبخ، إنما الأحمر بستخدمه في السلطة. لو حابين تشتغلوا بنص كيلو بصل لنص كيلو لحمة طبعا تقدروا، ده يعتبر اقتصادي لأنه بيكتر من كمية الحشوة. هستخدم كمان حبتين من الفلفل الرومي، تقدروا تستخدموا ميكس ما بين الفلفل الأخضر والفلفل الأحمر، وده طبعا يرجع لذوقكم، مش مشكلة خالص. لو حابين بقى رأيي اسمعوا كلامي وزودوا قرن أو 2 صغيرين كده من الشطة، مش هيخلوا الحواوشي مشطشط، بس هيدوله طعم لذيذ كده. لو هنستخدم الكبة يبقى نضرب كده ضربات متقطعة، عايزة الخضار صغير بس في نفس الوقت يعني مش ناعم قوي. ما انصحكوش ابدا ان انتوا تبشروا البصل لخلطة الحواوشي، لانه هينزل ميه كتيرة جدا ممكن تبوظ لكم كل حاجة. يبقى التقطيع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هزود بقى على الخضار معلقة صغيرة كده من الملح او رشة بسيطة من الملح، واقلبه كويس جدا وهركنه على جنب علشان يدبل او ينزل ميته. بحطه كده في مصفى واركنه على جنب. بالطريقة دي الميه اللي هتنزل منه هستخدمها بعد كده، هقول لكم هعمل بيها ايه. هستخدم كام عود كده من البقدونس او الكزبره الخضراء، بس بضيفهم في الاخر عشان ما يتبلوش مع الخضار. ودلوقتي هنحضر العجينه. هنحتاج لكوبايه وتلت من السوائل او 325 ملي. انا هنا هستخدم ميكس ما بين الميه والحليب، يعني كوبايه من الميه وتلت كوبايه من الحليب. تقدروا تستخدموا كل المقدار من الميه او تعملوا زي كده وتستخدموا ميكس ما بين الاتنين. بضيف تلت كوبايه الحليب وعليها معلقه صغيره من الخل، ده بيدي كده طراوه حلوه جدا للعجينه بتاعتنا. المية فترة عادي من الحنفية، هنضيف عليهم معلقة صغيرة من السكر ومعلقتين صغيرين من الخميرة، يعني تقريبا 10 جرام. عايزة اقول لكم بقى ان انتوا ممكن ما تستخدموش خميرة والعجينة تبقى ناجحة معانا، هي وظيفتها بس انها بتدي طعم حلو. هنضيف نص كيلو من الدقيق بالتدريج، ونسيت ان انا اضيف الملح معلقتين صغيرين يعني 10 جرام، وما تنسوش ابدا الملح لانه هنا مش للبركة، ده بيدي طعم حلو للعجين، يعني كأنك بتتبل اي حاجة محتاج ان انت تظبط ملحها. نص كيلو دقيق يعني تقريبا 4 أكواب معيارية، بنضيفهم كده بالتدريج علشان يعني نوع الدقيق بيفرق. فهنفضل نضيف الدقيق لحد لما نلاقي العجينة بتلزق شوية في الإيد كده زي ما هتشوفوا. نوع الدقيق اللي أنا استخدمته هو جميع أغراض، ممكن كمان الدقيق المخصوص للخبز، يعني عايزة دقيق يكون فيه شوية عرق. وبفضل إن أنا استخدم نسبة البروتين اللي في الدقيق ما بين 11 ل 12. هو ده بالظبط القوام اللي انا عايزاه، ودي هي العجينه المظبوطه للحواوشي، بتلزق شويه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنضيف عليها دلوقتي الماده الدهنيه، معلقتين او حوالي 30 جرام من الماده الدهنيه، ممكن زيت، ممكن زبده، وممكن سمنه بلدي. انا بحب قوي ان انا اضيف السمنه البلدي لان هي بتدي طعم حلو جدا للحواوشي. بايديا كده بحاول اني ادخل السمنه او الماده الدهنيه في العجين. في الاول هتحسوا ان هي كده مش بتدخل بسهوله، والعجينه زي ما تكون كده بتتقطع، بس بالراحه كده شويه شويه هتلاقوا العجينه بتشرب الماده الدهنيه كلها. اكيد طبعا ينفع ان احنا نعمله في العجان بسلاح العجن، هيسهل علينا الدنيا، بس انا دايما بحب اشتغل بايدي. هنزله على الكاونتر وابدا بقى اعجن كويس لحد لما العجينه تنعم وتبقى على شكل كوره. ولو تعبنا واحنا بنشتغل بنغطي العجينه شويه ونسيبها ترتاح دقيقه او اتنين، وبعد كده نرجع نكمل فيها. بدوس عليها كده بترجع وبقت كورة ناعمة، بقت كده مظبوطة تمام. هدهن البولة وهحط العجينة فيها، اقلبها كده من فوق ومن تحت في المادة الدهنية، وبعدين هغطيها واسيبها ترتاح تقريبا نص ساعة ولا حاجة. مش لازم تخمر قوي، احنا بس عايزين نريحها شوية علشان لما نيجي نقطعها نعرف نشكلها بسهولة. في الوقت ده هنجهز اللحمة. هنحتاج لنص كيلو. اللحمة لازم تكون ملبسة يعني فيها نسبة دهون.
باروح للجزار باخد 400 جرام من اللحمة الحمرا وش فخدة يعني، وعليهم 100 جرام من الدهون، ممكن تبقى دوش أو بوش، البوش اللي هو الدهن بتاع منطقة السرة أو البطن، والدوش اللي هو الدهن اللي موجود ناحية الضلوع أو في الضهر. ما باحبش إن أنا أستخدم الليّة علشان بتجلبط كده الدهن بيلزق في سقف البُق وإحنا بناكل، ما بتبقاش حلوة أبدًا. والنسبة دي كمان تنفع أوي لو هنعمل كفتة، ممكن كمان إن إحنا نمزج ما بين اللحم البقري والضاني لو حابين. في إضافة بقى اختياري دي بتاعتي أنا لمّا بيكون عندي سجق تقريبًا يعني في حدود 100 جرام أو قطعتين بالشكل والحجم ده، باشيل الغطا من عليهم وافرمهم واخد اللحمة دي أضيفها على الخلطة بتاعة الحواوشي. هنا البصل والفلفل كانوا دبلوا خالص بتأثير الملح، يعني ممكن تركنوهم من ساعة ل3 ساعات على حسب وقتكم يعني، كل ما يقعدوا أكتر يدبلوا ويبقوا يعني تقريبًا يعتبروا بيستووا من الملح. بنضيف على خليط البصل والفلفل البهارات بتاعتنا اللي هي عبارة عن معلقة صغيرة من بودرة التوم، ممكن تستبدلوها بفصين من التوم المهروس، وعليهم كمان معلقة صغيرة من الملح ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، الكباب الصيني، بودرة الحبهان، ولو حابين زودوا شطة حسب الرغبة. وكمان رشة من جوزة الطيب يعني حوالي ربع معلقة صغيرة كده من غير أي بهارات حواوشي ولا أي حاجة، بيدوا طعم ممتاز جدا. جربت مؤخرا إني أضيف شوية من عصير الليمون على الخلطة بيدولها طعم حلو جدا، جربوها وصدقوني هتعجبكم قوي. عصير نص ليمونة كده، ولو حابين طعمه زيادة بنزود من بشر الليمون كمان. بنحتاج نضيف حاجة تمتص السوائل اللي هتنزل من اللحمة، يعني باضيف معلقتين أو معلقة ونص كبير من البرغل، ممكن نستبدلهم ببقسماط أو دقيق بس البرغل بيدي قوام أحسن، ومعلقة كبيرة من هريسة الفلفل سواء بقى حار أو بارد زي ما تحبوا، ونهرس بقى أو ندعك كل الخليط ده كله بإيدينا كويس قوي قوي. ممكن نستبدل هريسة الفلفل بمعلقة أو 2 صغيرين من البابريكا. كده تمام، دعكتهم كويس جدًا وريحتهم بقت تحفة وباينة أوي. هنضيف دلوقتي اللحمة ونضيف كمان البقدونس، ممكن معلقتين 3 كبار كده من البقدونس المفروم، وممكن كمان نستخدم الكزبرة الخضرا ده أو ده، ونعجن كله كده كويس أوي بإيدينا، وده القوام بتاع اللحمة زي ما إحنا شايفين. مش بيبقى ناعم أوي زي عجينة الكفتة، بيبقى مفرّغ سِنّة كده، وهو ده القوام المضبوط لعجينة الحواوشي. باقسّم عجينة اللحمة ل6 كِوَر كلّهم قد بعض، وزن كل واحدة فيهم كان تقريبًا 150 جرام. طبعًا حشوة الحواوشي على حسب رغبتكم، ممكن تقلّلوا شوية عن كده، تزوّدوا، بس يعني ده المقدار المضبوط لكل رغيف. هاعمل 6 رغيفة، كل واحد فيهم فيه كورة من الكِوَر دي. زي ما قُلت لكم الحواوشي بتاعنا مميز جدًا، باخد حتّة فحم أسخّنها وأضيف عليها حتّة زبدة أو سمنة، وأغطّي الكِوَر اللحمة كده واسيبها تتبخّر بقى بطعم الدخان، بيبقى طعمها تحفة، كإنها مشوية على الفحم بالضبط. العجينة ارتاحت تقريبًا نُص ساعة على بال ما خلّصت الشغل في الخلطة واللحمة، هاخد العجينة أنزّل منها الهوا كلّه وأحطها على الكاونتر وهنقسّمها ل6 قطع من العجين. بنشكّلهم بقى على شكل كِوَر، ولو حسينا إن العجينة بتلزق في إيدينا بندهن إيدينا زيت خفيف، ما نكتّرش زيت علشان نعرف بعد كده نقفل العجين بسهولة. باحب أستخدم الميزان زي ما أنتم عارفين، ووزن كل قطعة منهم كان تقريبًا 142 جرام، بنشكّلها بالشكل ده كده، والجزء اللي إحنا مكوّرينه ومكعبل شوية ده هو اللي بيبقى لتحت، أنا عايزة الكورة المدوّرة الناعمة دي هي اللي تبقى وشّها لفوق. بادهن الكور شوية زيت خفيف خالص، ما تكتروش من الزيت علشان العجين يعرف يقفل معاكم، ونغطيها ونسيبها ترتاح تقريبًا 10 دقايق، وناخد بقى كورة منهم نفردها بس ما تخلوش سمكها رفيع أوي، يعني خلوا سمكها تخين شوية، ونحط كورة اللحمة في النُص، ونبدأ بقى إيه نقفّل حوالين اللحمة بالشكل ده كده، وطبعًا علشان العجينة طرية وبتلزق هيتقفل معانا بسهولة جدًا، ولمّا يستوي الرغيف عمره ما يفك معانا أبدًا في الفرن. لو حسيتوا إن حتة العجين اللي تحت تخينة شوية بنشيلها بالشكل ده كده، يعني علشان يبقى سمك العجين حوالين اللحمة مضبوط ومتوازن. بناخد الجزء المكلكع ده هو اللي يبقى تحت، والكورة الناعمة هي اللي تبقى لفوق. هاكمّل بقى كل ال6 قطع، يبقى عندي كده 6 رغيفة من الحواوشي حجمهم متوسط. طبعًا لو خدنا الكورة وحاولنا نفردها لرغيف دلوقتي هتقعد تكِش مننا، فمحتاجة إنها ترتاح، هنسيبها تقريبًا نُص ساعة وهي متغطية، وناخد بقى كل كورة نفردها على سُمك متوسط، يعني ما تكونش رفيّعة أوي ولا هي تخينة، في السُمك ده بالضبط كده، بالنشابة، وبعدين بعد كده بإيدي باتأكد إن اللحمة متوزعة جوّه الرغيف مضبوط. فاكرين بقى المَيّة اللي كانت نزلت من البصل، هناخد المَيّة دي وهندهن بيها وش الحواوشي، بتدّي لون حلو وطعم في نفس الوقت، لإن المَيّة بتاعة البصل بيبقى فيها نسبة سُكّر.
باحب أدهن كمان بشوية سمنة بلدي على الوش بيدّي طعم حلو جدًا، ممكن تدهنوا بصفار بيضا مع شوية حليب لو حابين، ونخرّم وش الحواوشي كده بالشوكة علشان العجينة ما تقبّش أوي في الفرن وكمان البخار يدخل للحمة أكتر. أول طريقة للتسوية إني باسخّن طاسة على النار لحد أمّا تبقى سخنة كويس على نار متوسطة، وأدهنها بشوية زيت أو سمنة، وأحط رغيف الحواوشي وأسيبه بقى كده لحد لمّا ياخد لون كويس من تحت، وبعد كده بانقله على الفرن تحت الشواية، يعني أنا باكون الفرن ده مشغّلاه من قبلها بحوالي ربع ساعة على أعلى درجة حرارة، وباطفي الفرن وأشغّل الشواية. باحط الرغيف بقى الصاج بيكون سخن والشواية بتساعد إن هو يستوي بسرعة وياخد لون حلو في نفس الوقت. باكمّل بقى بقية الأرغفة وبعد الرغيف التاني ما يبدأ يتحمّر أقوم حاطاه جنب الأولاني وأكمّل كل المقدار بنفس الطريقة. دي أكتر طريقة أنا باحبها في التسوية، لو إحنا عايزين إن إحنا نسوي أكتر من رغيف مرّة واحدة في الفرن ونكبّر دماغنا يعني، بنكون مشغّلين الفرن على درجة حرارة 190، 200 والصينية اللي هنخبز فيها برضه جوّه الفرن بنطلّعها بعد ما تسخن، نحط عليها المادة الدهنية زيت بقى أو سمنة زي ما نحب، أنا عايزة أول ما أحط الرغيف كده على الصينية تعمل صوت تش، يبقى كده تمام، ناخد الحواوشي وندخّله على أول رف في الفرن. ونراقب بقى التسوية كويس لحد لمّا يحمر من تحت بنقوم رافعينه ونسيبه بقى تحت الشواية لحد لمّا يحمر من فوق، دي أنسب طريقة إن إحنا نسوي الحواوشي مضبوط، ودي تكات مهمة جدًا، أنا عايزة الحواوشي ما يقعدش كتير في الفرن 10 دقايق بيكون استوى واتحمر وخد لون جميل من غير ما اللحمة تنزّل مَيّة. الشكل التاني من أشكال الحواوشي اللي بتتقدم في المطاعم بيكون الحجم الكبير الكومبو بيتقسم بقى كده ويتقطع زي البيتزا مثلثات، فإحنا هناخد نُص كيلو العجين ونقسّمه ل6 كِوَر برضه، بس هناخد كل كورتين ونعملهم رغيف، يعني نُص كيلو دقيق هيعمل لي 3 رغيفة أكبر من ال6 اللي إحنا كنا عاملينهم قبل كده. بناخد الكورة الأولانية على ورقة زبدة ونفردها بالسمك ده كده، ونبدأ بقى نحط اللحمة عليها من غير ما نوصل للأطراف، وطبقة اللحمة تبقى رفيّعة، عشان إحنا هنا بنعمل حواوشي مش برجر، واللي بيميزه إن طبقة اللحمة بتكون رفيّعة، ونسيب كده جزء من الأطراف زي ما أنتم شايفين، مش عليه أي لحمة، وناخد الجزء التاني من العجين الكورة التانية نفردها على ورق زبدة بنفس السمك، ونرفعها ونحطها فوق العجين بالشكل ده كده. هاشيل ورق الزبدة بالراحة خالص كده هيطلع معاكم بسهولة، وأبدأ بقى أقفّل الأطراف، بس ناخد الجزء من العجين ونخلّيه لجوّه بالشكل ده كده، الجزء ده بقى هو اللي هيبقى لتحت، أقوم جايبة ورقة الزبدة تاني وأقوم قلباها وهوب يبقى الجزء ده بقى تحت، والناعم ده هو بقى وش الرغيف، بإيديّا بقى بافرده وأتأكد إن السمك بتاعه مضبوط، مش عايزاه تخين ولا رفيّع أوي. زي ما عملنا في الرغيفة الأصغر هندهنه برضه بشوية مَيّة بصل وسمنة ونخرّمه كمان بالشوكة، ونرش بقى رشة جريئة كده من حبة البركة، ويا سلام بقى لو كمان شوية سمسم، طعم هايل وريحة تجنن. باسحب الرغيف بورقة الزبدة كده على الصينية السخنة، وباقوم حاطاه على أول رف في الفرن لحد لمّا قعر الرغيف يتحمر كويس أوي، وبعدين بارفعه تحت الشواية لحد لمّا ياخد لون جميل. بالنسبة بقى لآخر نوع من الحواوشي الإسكندراني اللي هو وش بيتزا باعمله بطريقة مختلفة، يعني أنا باخد الرغيف بعد ما بيستوي حاولوا إن أنتم ما تخلّوش وشه محمر أوي، يعني خلّوه أفتح من كده كمان شوية، ونحط عليه الجبنة عايزين بقى تزوّدوا فلفل أخضر، رومي، شرايح طماطم، زيتون، رشة بقى برضه حبة البركة وسمسم، ويدخل تحت الشواية ونطلّعه علشان الجبنة تحافظ على مطّتها، وفي نفس الوقت الرغيف بيكون استوى حلو جدًا. حبايبنا الإسكندرانية لو ليكم أي تكات أو ملحوظات على الحواوشي الإسكندراني يا ريت تكتبوها لي في التعليقات، وأنتم بقى قولوا لي إيه أكتر نوع من الحواوشي أنتم بتحبوه، يالّا أشوفكم على خير، سلام عليكم.